تعرفوا الست المصرية شبهوها بإيه؟ تفتكروا لقبوها بإيه؟ خمنوا كده وصفوها بإيه؟ طب تعالوا أنا أقول لكم. الست المصرية وصفوها بشجرة الصمت، وده مش تشبيه عشوائي، ده لأنها شجرة مقدسة عند المصريين القدماء في أسطورة إيزيس وأوزوريس، ولأنها نبتت حوالين جسد أوزوريس نفسه، وعشان كده لقبوها بالشجرة المقدسة. تعالوا بقى نعرف هي ليه كانت مقدسة عند المصريين القدماء. أولاً لأنها شجرة معمرة. ثانياً بتحافظ على الجنين بتاعها اللي هي البذرة بتاعتها عن طريق شوك قاسي جداً بيدافع عن البذور، فما فيش أي طائر أو حيوان يقدر يقرب من البذرة بتاعتها، وهي دي بالظبط الست المصرية. ثالثاً دي شجرة بتطلع في الصحراء في ظروف قاسية جداً، يعني بتقدر تقاوم درجة الحرارة والجفاف والرياح، وكمان بتطلع في الأراضي الزراعية. رابعاً شكلها يتسم بالشموخ وكأنها تشق عنان السماء. خامساً كانت المصدر الأساسي للصمغ، حتى إيزيس ونفتس اتسموا آلهتي الصمت، والشجرة بقت رمز للحماية والخصوبة والصمود، وده بالظبط اللي الست المصرية بتمثله لحد النهاردة، وهو ده اللي خلى المصريين أطلقوا على الست المصرية شجرة الصمت. تعالوا بقى نشوف بعض النماذج للستات المصريات على مر العصور اللي كتبوا أسمائهم في التاريخ، وطبعا عشان أعدادهم لا تعد ولا تحصى فخليني أقول لكم على جزء بسيط منهم. نبدأ من أول أجدادنا المصريين القدماء. أولا الملكة إياه حتب، دي كانت زوجة الملك سقننرع، استشهد جوزها في أول معارك التحرير من الهكسوس. تسكت الست؟ لا ما سكتتش، دفعت بابنها كاموس اللي برضه استشهد، ما رجعتش وقعدت مكانها واستسلمت إطلاقاً، جهزت ابنها أحمس، ولما كانت ميزانية الدولة غير كافية لإعداد الجيش قامت هي بنفسها لفت على الناس وجمعت التبرعات سواء أموال أو ذهب وجهزت الجيش، وأصرت تطلع مع ابنها في المعركة لأنها عارفة أن وجودها جنبه هو اللي هيكون الدافع القوي لانتصاره. وده اللي حصل فعلا، ورجعوا منتصرين، واستقبلهم الشعب المصري وهو بيغني لهم واح واح إياحة، واللي بقت وحوي يا وحوي إياحة، واللي معناها أهلا بالملكة إياح المنتصرة، وهو ده برضو الدور اللي ورثته الأم المصرية. ثانيا الملكة نفرتيتي زوجة الملك إخناتون، ودي بقى اللي صدقت جوزها وسندته وسافرت معاه وسابت كل اللي وراها في طيبة واستقرت معاه في مدينة الشمس، واللي هي قرية تل العمرنة بمركز دير مواس محافظة المنيا حاليا. ما كانتش بس مهتمة ببيتها وأولادها، دي كمان اتولت مناقشة الرعية وسماع شكواهم ومتطلباتهم. كانت ست وفية لجوزها لأبعد حد، وهي من أهم الأسباب اللي صنعت شخصية الملك إخناتون لوفائها والتزامها وحبها الكبير لجوزها، وده برضو الدور اللي ورثته الزوجة المصرية لحد النهاردة. ثالثاً الملكة حتشبسوت، اتسمت فترة حكمها بالسلام والرفاهية، وتميز عهدها بقوة الجيش ونشاط البناء والرحلات البحرية. أعادت فتح المحاجر والمناجم اللي أهملت لفترة طويلة، وكمان نشطت حركة التجارة مع جيران مصر، حيث كانت التجارة في حالة سيئة خصوصاً في عهد الملك تحتمس الثاني. وأعادت استخدام قناة سيزوستريس واللي كانت بتربط بين نهر النيل عند نهاية الدلتا بالبحر الأحمر، وقامت بتنظيف القناة بعد أن حفرها المصريون أيام الدولة الوسطى، وأمرت ببناء عدة منشآت بمعبد الكرنك، وكمان أنشأت معبدها في الدير البحري بالأقصر. اهتمت بالأسطول التجاري المصري وأنشأت السفن الكبيرة واستغلتها في النقل الداخلي لنقل المسلات، واللي أمرت بإضافتها إلى معبد الكرنك تمجيداً للإله آمون. رابعاً الملكة نفرتاري، واللي اسمها يعني أحلاهم أو أجملهم، ولحد النهاردة اسم حلاوتهم واللي بيترجم بالمصرية القديمة لنفرتاري بيستعمل في الريف المصري. الملكة نفرتاري هي زوجة الملك رمسيس الثاني، أحد أعظم الملوك المحاربين في التاريخ القديم. كان ليها مكانة رفيعة ومميزة مش بس أثناء حياتها، حتى بعد ما ماتها، وده الأسباب. أولاً جمال الملكة وأناقتها، وده عرفناه من تماثيل الملكة لما كانت طويلة ورشيقة، وملامح وجهها لا يقال عنها سوى إنها آية في الجمال. وأما عن أناقتها فملابسها وزينتها لحد النهاردة بتبهر أعظم مصممي الأزياء في العالم. ثانياً الألقاب الكتيرة اللي حملتها الملكة في حياتها، ومنها الزوجة الملكية العظمى، سيدة الأرضين، ربة مصر العليا والسفلى، مليحة الوجه،
وغيرها كتير من الألقاب. ثالثاً هو مقبرتها واللي بتعد آية من آيات فن الرسم في العالم القديم. رابعاً والأهم هو مشاركتها لجوزها الملك رمسيس الثاني في شؤون الحكم، سواء في المناسبات الرسمية أو حضور المقابلات مع كبار الموظفين ورجال الدولة. كانت سيدة رزينة وبتتسم بالحكمة والعقل الراجح والذكاء، وكانت قد المسؤولية تجاه جوزها وبلدها مصر، ولذلك كان الملك رمسيس الثاني بيعشقها وقال في حبها هي التي تشرق الشمس من أجلها. وعلشان ما أطولش عليكم استنوني الحلقة الجاية نكمل باقي النماذج للستات المصريات. أتمناكم بخير، تحياتي للجميع.